مع براعم حي كسر بالخير الذين أحبوا القرآن وأحبهم أيضا القرآن، الذين أبوا أن يشاركون اليوم أيضا أجواء الحصة، عاشوا معنا أيضا العام الماضي أجواء الحصة وكرموا من طرف أعضاء البرنامج. اليوم أيضا أكثر السؤال عن البرنامج. اليوم رانا عندكم هنا في برنامج قل ربي زدني علما. مرحبا بكم. كراكم دايرين مع شهر رمضان؟ لاباس. راكم ملاح. اليوم برنامج جا عندكم هنا، جا عندكم في زيارة، قلت لنا بلي راكم باقيين تقرونا صور من القرآن الكريم. راح نبدو على بركة الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، كذلك يضرب الله للناس الأمثال، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، للآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، فأما اليتيم وجدك عائلا فأغنى، أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اليوم برنامج قل ربي زدني علما راجع هنا ليكسر بالخيرة، وجاب معاه 4 أسئلة. جاب معاه سؤال في الثقافة العامة، في الرياضة، في الدين، وفي التاريخ. واش راح تختار؟ المجال الديني ولا الرياضي ولا التاريخي؟ الدين. صح. السؤال الديني يقول: من هو الصحابي الذي قال يوم فتح مكة اليوم يوم الملحمة، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم المرحمة؟ يعني يوم فتح مكة صحابي جليل قال اليوم يوم الملحمة، يعني فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل رأفة قال اليوم يوم المرحمة. ما عندكش عليه معليش. الآن الحاج أعطينا كلمة لمتابعي صفحة عناصر النيوز اللي يتبعوا فينا، ولا كلمة بمناسبة هذا الشهر. والله يسترهم وينورهم ويخدموا في خدمتهم، وهذه هي خدمة تاع كيسموه، الله يزيد ولا ينقص، وبارك الله فيهم ويعمل لهم على الحساد، وهذه هي خدمة لولادنا لبناتنا، عندنا ما نقولوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معنا الفنان الأخ الشيخ حمزة، مرحبا بك في برنامج قل ربي زدني علما. بك ولا الله يحفظك، انت مرحبا بك محمد خويا، الله يعطيكم الخير ان شاء الله، مرحبا بكم، الف مرحبا بكم، ثم خاوتنا ونبغوكم ونتبعوكم من وقت فات، ورانا معاكم توجور وناشطين معاكم نايضين معاكم، ثم راكم نايضين مع الغاشي، الله يعطيكم الخير ان شاء الله، وربي يقدركم كما راكم
كما راكم تساعدوا الخير وتسعوا تبينوا هذه الولايه. الله يعجل ربي يقدر بميتكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. شيء من المشاكل اللي يعاني منها الفنان البيضي، يعني انت بما انك فنان حكينا على العراقيل والمشاكل اللي راه يعاني منها الفنان في ولايه البيض. دوك كما دوك انا ما نجمش نهضر لك على الفنانين، انا الفنانين مع احتراماتي كاع الفنانين صحاب البيض و 58 ولايه كاع خاوتي وحبابي ونبغيهم ويبغوني. كما قال لك هو انا تراب تحت كراعين الفنان، انا نسلم كتف المشيخه كبار. نهضر لك على روحي انا شوف كيما هكا راني نخدم شغل شنو على بالكم، نخدم العراس، نخدم الحفلات، نخدم مراسم هكا شغل قي اونوار، فهمتني؟ شغل قي اللي راني نخدم اونوار سون اوتوريزاسيون، ما كان لا اوتوريزاسيون لا حتى حاجه. كتسرك غدوه كتسرك كاش حاجه لا قدر الله، والله في كاش عرس والله في كاش حفله، والله المشكل انا الاول اللي نروح للهاويه، راك فاهمني محمد؟ نعم. علاه؟ انا دوك كما قال لك ما ننكرش انايا الدعم اللي راهم داعميني مديريه الثقافه، دار الثقافه تاعنا تاع محمد بالخير تاع البيض راهم داعميني كل الدعم. واقف معايا استاذ فضلاوي، واقف معايا المدير تاع دار الثقافه، ويجروا لي على صوالح، يجروا على كواغطي. انا ما خاصنيش الشغل كما قال لك انايا، ما خاصنيش الجري غير منا، خاصني الجري يجروا علينا من فوق، على خاطرش هي سينو المره رانا نعانوا، ما نكذبوش على رواحنا. حنا كاش نهار تشت فنان هنايا لاباس عليه وبخير عليه، كما قال لك هنايا غير بكلام التراري رانا ناكلوا في الخبز. شغل كاين العراس، كاين الحفلات، كاين الخدمه، ما كانش خدمه، فهمتني؟ كي تكون العراس الصيف حنايا كما قال لك نبانو غير في الصيف حنايا، راك شد دوك رمضان رانا طافيين. كما قالها الشاب بلال، احتراماتنا الشاب بلال، قال لك حنايا شهرة تاع انترنت كان طفي لنا الويفي نطفو، قالها الشاب بلال. انا نقول غير بصح، هو قال الصح وانا نقول غير بصح. دوك حنايا كيما هكا دوك لازم على وزاره الثقافه تدعمنا الدعم الكامل. حنا ما خاصناش دراهم ولا خاصنا غير توقف معنا، تخدم لنا الوثائق تاعنا، بطاقه الفنان، بطاقه كاين حنا عندنا شيوخنا في بيض كاين يا ربي زوج ولا ثلاثه اللي عندهم بطاقه فنان، كيما سليمان، كيما الشيخ محمد البيضي وعبله، هذا مكان هذو اللي عندهم بطاقه الفنان. شي الاخر والو، حنا رانا 9 ولا 10 ما عندناش، رانا نخدموا، رانا في 5 سنين لا 6، انا في 5 سنين نخدم مكان لا بطاقه فنان. وشي راهم يجروا معايا مدير دار الثقافه استاذ فضلاوي كاع عليها، على ربي ان شاء الله، ان شاء الله بفضلهم ان شاء الله وفضل ربي ان شاء الله. بالك على ما عرفناش ان شاء الله، بالك اللي فيها خير يجيبها ربي. اليوم برنامج قل ربي زدني علما راه جايب 4 اسئله في 4 مجالات، كاين في مجال الرياضه، في مجال الدين، في مجال التاريخ، وفي مجال الثقافه العامه. يعني واش راح تختار؟ الدين والتاريخ والرياضه والثقافه العامه. ماذا بيعطيني في التاريخ؟ انا كنت نقرا في التاريخ يعني. صح. التاريخ كنت في المتوسطه. سؤال تاريخي يقول: متى كانت مقاومه لاله فاطمه نسوم؟ يعني متى كانت مقاومه لاله فاطمه نسوم؟ مقاومه لاله فاطمه نسومر كانت امراه مقاومه لاله فاطمه نسومر كانت في 1854. يعني 1854. واه، يعني هذه معلومه اكيده. صنبوها متاكد منها ان شاء الله، متاكد. يعني التاريخ والجغرافيا انا كنت نقرا فيهم، التاريخ والجغرافيا كنت نقرا، كنت تلميذ مجتهد في التاريخ والجغرافيا والرياضيات، هذو 3 مواد كنت الله يبارك فيهم، كلش عليك. قراتني استاذه بلقاندي، نحييها من هذا المنبر، هاوينا نحييها، راهي حيه والله يطول في عمرها، وراها غير جارتي تما كاع. يعني الإجابة النهائية كانت مقاومة لاله فاطمة نسومر سنة 1854. يعني هذه إجابة صحيحة. 1854. مبروك، صفقوا لي إجابة صحيحة. الله يحفظك، الله يعطيك الخير، بارك الله. شكرا. شيخ حمزة، أعطينا كلمة بمناسبة فوزك معنا في برنامج قل ربي زدني علما. نقول لكم شوف، فريق عزيمة، الله يعطيكم الخير، الله يقدركم ان شاء الله على فعل الخير وكثر خيركم، وربي يحفظكم ويعطيكم صحاحكم ويبعد عليكم العين. الله يحفظكم، انتم راكم شبيبه وصغار، الله يبارك وديجان، وراكم تحوسوا تبانوا وتبينوا بلادكم، الله يوفقكم، هذا ما نقول لكم ان شاء الله. هاي، وانتم ثاني رضاو علينا، عطونا دعوه الخير. وكاينه حاجه باغي نقولها، انت الحاج سليمان. ذيك النهار راني تورش لك، شفت الحاج قدور قال لك يا ودي طلق خيره ونجيب لك الشيخ حمزه ود البيض يغني لك في عرسك. انا نقولها لك قدامه، حشيها لك وورطك، خليك هاك، وشكون راح يفطرك ضرب؟ واش راح يفطرك؟ هيا روح لي انا نفطر خويا، بس على العرس ما نخدمها لكش. غادي يورطك، عاش قدور غادي يورطك. هذا الله يحفظكم، الله يعطيكم الخير ان شاء الله. هذه هدية مقدمة من طرف محلات. ألف مبروك سي الشيخ. الله يحفظك، الله يعطيك فن الخير. وثقافة، الله يبارك. شكرا، الله يحفظك سي هشام، بارك الله فيك. الله يعطيكم الخير ان شاء الله، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. رحبوا بالاخ، مرحبا بك معنا في برنامج قل ربي زدني عليم. ربي يحفظكم ومرحبا بكم في كسب خيرة. وهذه كما هذه المبادرة تاع عزيمة متمنين من بكري نشوفوها في هذه الولاية. الحمد لله وربي يحفظكم. الحمد لله. اليوم رانا عندكم نادي كسر بالخير، نبحثوا على اجابات. يعني راهم جاوبونا على السؤال تاع التاريخ، قال لكم السؤال الديني والسؤال الرياضي والسؤال تاع الثقافة العامة. الرياضي صح. السؤال الرياضي يقول متى بدأت أول بطولة كأس عالم للنساء؟ بطولة كأس العالم للنساء أول بطولة أقيمت في الصين. أول بطولة أقيمت في الصين. والمنتخب المتوج هو أكثر منتخب توج ببطولة كأس العالم للنساء هو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. الآن المعلومة اللي تهمني واللي لازم نعرفها من عندك هي متى بدأت أول بطولة كأس عالم للنساء؟ ونجيت نسهلها لك. أول بطولة كأس عالم للنساء هي بدأت في الصين. الآن أعطيني الإجابة. 1900 أول بطولة كأس عالم للرجال كانت 1930. 1930 بالبرازيل الأرجنتين. لا أورجواي. الآن متى بدأت أول بطولة كأس عالم للنساء؟ 1900 بصح المعلومة ما كانش. ما عندكش معلومة. معليش أعطينا كلمة لمتابعي صفحة عناصر النيوز اللي يتبعوكم. نظن نتمنى لكم رمضان مبارك وإن شاء الله رانا مقبلين على العيد. عيدكم مبروك وربي يحفظكم. شكرا أخي، ربي يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا صدق الله العظيم. مع الأستاذ والناشط الجامعي وأستاذ الرياضيات المتقاعد الأستاذ معروف، نرحب به في برنامج قل ربي زدني عليم. بارك الله فيكم. شكرا. يعني كي راه يعيش الأستاذ معروف أجواء رمضان؟ ما شاء الله ما شاء الله. اليوم راكم جيتونا في يوم مبارك ويوم فتح مكة سنة 8 للهجرة، من أعظم الأيام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه فتح مكة في 20 رمضان واليوم 20 رمضان. اليوم 20 رمضان إن شاء الله. احنا أيضا عندنا سؤال ديني متعلق بفتح مكة إن شاء الله. لكن أنت حسب اختيارك. عندنا في مجال الرياضة، في مجال الثقافة، في مجال الدين. معليش بقيت أنت يعني اختار الدين يروح. سؤال دين. الدين يروح. يوم فتح مكة صحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يوم الملحمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يوم مرحمة. المرحمة. يعني سعد بن قيس بن عبادة. يعني راك متأكد من هذه الإجابة؟ الله إجابة متأكد منها. الصحابي الذي قال يوم الفتح اليوم يوم الملحمة فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة هو سعد بن عبادة. والإجابة صحيحة، ألف مبروك، صفقوا عليه. شكرا، بارك الله فيك. هذه هدية مقدمة من طرف محلات بلاك أوركيد. شكرا. لمقابلين ثانوية محمد بالخير، تروح لهم فما يعطوك الجائزة تاعك. ايضا ان شاء الله راح تكون مشارك معنا في الساعة تاع العمرة اللي قدمها السيد الوالي ان شاء الله في اواخر رمضان. ان شاء الله تكون القرعة وتحضر معنا. قال لك على ربي يناديك المنادي ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. استاذ اعطينا الان كلمة بمناسبة المشاركة تاعك معنا والفوز ايضا. اولا جزاكم الله خيرا على هذا الدور الذي تقومون به. وكما قلت لك اليوم
فتح مكة، وهو يوم عظيم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن فتح مكة ودخلها واستقبله قريش، وكانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتقم منهم. والأخ مرحبا بك معنا في برنامج قرب بإذن. حفظك سي امين، مرحبا بكم. نشكر فريق عزيمه على هذا البرنامج الشيق، نشكرهم على هذه البرامج ان شاء الله اللي راهم ينفعوا يعني كي راكم المجتمع البيض. دايرين مع هذا الشهر الفضيل، يعني بقات 10 ايام على نهايه هذا الشهر، يعني هذه 10 ايام ان شاء الله نتمنوا انه كاع الناس تغتنمها بالعباده والطاعه ان شاء الله باذن الله. رانا بقدر المستطاع رانا مقسمين وقتنا يعني بين العمل والعباده، جزء العباده جزء حتى العمل في حد ذاته عباده. الحمد لله. اليوم البرنامج راه جايب لكم سؤالين، كاع 4 اسئله، جاوبونا على سؤالين، بقاو سؤالين اخر يعني تاع الثقافه العامه وتاع الرياضه، بقاو لين يعني واش راح تختار؟ ان شاء الله نقول نختار الثقافه العامه. الثقافه العامه. السؤال تاع الثقافه العامه يقول: من هو صاحب مقوله وراء كل رجل عظيم امراه؟ هذه مقوله شهيره تقول: وراء كل رجل عظيم امراه، فمن هو يا ترى؟ والله ما عندي اي فكره والله العظيم، مقوله مشهوره ولكن ما عنديش فكره. ما عندكش معلومه من هو صاحب المقولة؟ معليش اعطينا كلمة بمناسبة هذا الشهر للمتابعين اللي مشاهدينا عبر. واش نقول نشكر فريق عزيمة وفريق حي في صفحة العناصر نيوز، والشكر الموصول لكل ساكنات البيض، وان شاء الله نتمنى لهم رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نرحبوا بالأخ، مرحبا بك معنا في برنامج قرب بإذن. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يجازيكم ان شاء الله. الله. مع هذا الشهر الفضيل. الاسم مزار عماد الدين، كنا من ولاية البيض. ولاية البيض. يعني اليوم رانا تقريبا صمنا 20 يوم من رمضان، كيف تستهل 20؟ ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله، ربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. اليوم برنامج قل ربي زدني علما جايب معاه دكتور بالخير 4 اسئله، هم جاوبونا على الزوج، اللي هو السؤال التاريخي والسؤال الديني. بقانا سؤال تاع ثقافه عامه وسؤال تاع رياضه. تاع رياضه. بسم الله نروحوا تاع الرياضه. معليش هذا بي انا حب هذا كان سؤال ديني. السؤال ديني تمت الاجابه عنه. معليش. الان بقانا سؤال تاع ثقافه عامه وتاع رياضه. صح. يعني نروح ثقافه عامه. ثقافه عامه. السؤال تاع الثقافه العامه يقول: من هو صاحب مقوله وراء كل رجل عظيم امراه؟ وراء كل رجل عظيم امراه. وراء كل رجل عظيم امراه. ما عنديش فكره. ما عندكش معلومه؟ معليش، اعطينا كلمه بمناسبه هذا الشهر الفاضل، بمناسبه اقتراب عيد الفطر المبارك. نسال الله ان يتقبل منا صالح الاعمال منا ومن جميع المسلمين، والحمد لله اللي وفقنا ربي ان نصوم هذا الشهر مع بعضنا ومع والدينا، ونسال الله القبول، نسال الله الاجتهاد في هذا، ان يعطينا الاراده باش نجتهدوا في هذه 10 ايام، نسال الله ان ندرك ليله القدر ان شاء الله الرحمن الرحيم. وصحة فطوركم. نرحبوا بالاخت، مرحبا بك معنا في برنامج قرب باذن الله. كيفكم دايرين مع شهر رمضان؟ لاباس ولا لا، غاية تخلى علينا بالصحة والهنا وربي يكملها ان شاء الله كيما تخل. يعني راكم مع الدراسه؟ واش من سنه راكي تدرسي؟ يعني تروازيام اني سو. السنه الثالثه متوسط. يعني كاش معدل؟ شحال جبتي معدل تاع الفصل الثاني؟ ثاني 13. 13 والاول؟ اول جبت 14. يعني راكي ممتازه بالتوفيق ان شاء الله. اليوم برنامج قرب باذن الله انا جايب معاه 4 اسئله، مجاوبين على السؤال التاريخي والسؤال الديني، بقى لنا السؤال تاع الثقافه العامه والسؤال تاع الرياضه. واش راح تختار؟ شحال كاين سؤال؟ يعني كان 4 اسئله مجاوبين على التاريخي والديني، بقى لنا تاع الثقافه العامه وتاع الرياضه. الرياضه. السؤال تاع الرياضه ولا لا الثقافه؟ الثقافه صح. السؤال تاع الثقافه العامه يقول: من صاحب مقوله وراء كل رجل امراه؟ صاحب وراء كل رجل عظيم امراه. هذه مقولة معروفة، سامع بها ولا لا؟ وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. كان اللي يقول لك امرأة عظيمة، كان اللي يقول امرأة. الإجابة ما عندكش؟ ما عنديش. معلش، أعطينا كلمة لمتابعي صفحة العناصر اللي يتابعوا فينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم، وإن شاء الله يكمل عليكم ربي رمضان بالهنا. أيوة، وصحة عيدكم، نتمنى لكم السعادة إن شاء الله والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. واش نقول لكم؟ انا نقول لكم الله يحفظكم ان شاء الله، الله يبعد عليكم مصايب الزمان ان شاء الله، الله يقد رايكم، الله يهديكم لبعضكم ان شاء الله، الله يزين القلوب،
الله يجعل ربي ينصركم ان شاء الله قوم الاعدياء ان شاء الله، ويهون عليكم الواعصات ان شاء الله، ويقبل ما باقي نديرو ان شاء الله، ويقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ان شاء الله، يجعلنا من المقبولين عند رب العالمين يا ربي. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب. يا ربي تهدينا وتهدي وليداتنا وولادات المخلوقات يا رب. يا ربي تنصرهم على القوم الكفار يا رب. يا ربي تهدينا وتهدينا على الظلام يا ربي ولاة الحرام يا ربي، تنجينا من الظلام ولاة الحرام، تنجي مصايب الزمان يا ربي. يهديكم ان شاء الله ويقوي خيركم ان شاء الله، ويشد لنا فيكم، وقيم دامكم انتم رانا ثاني احنا سعداء، انتم حين سعداء وكتنا شهداء ان شاء الله. يجعل ربي حضر لنا شهداء عند خروج الروح، يجعل ربي ما يحاسبناش، يجعل ربي ما يحافينا ان شاء الله يا رب العالمين. يا ربي تنصر وليداتنا وولادات المخلوقات، يا ربي تهدينا وتهدي يا ربي، تبعد لهم الظلام والحرام، تبعد المصايب، تهدينا وتهديهم وتقبل موازينهم وموازينهم، تغفر لنا وتغفر لهم وترحمنا يا رب. يقبل منا يا رب إذا شهر رمضان يا رب، يا رب شهر القرآن يا رب، يا رب تقبل منا الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين، جعلنا مقبولين عند رب العالمين يا رب.